قول لعمر كان يختلج هذا الحقد في قلبه، في رسالة وجهها عمر إلى معاوية. لاحظوا ماذا يقول في رسالته إلى معاوية. يتحدث فيها عن عدوانه على بيت فاطمة، قضية موجعة لكن تاريخ هذا احنا لازم نقوله، ويعلله أنه شلون هالشكل صار ويهجم على بيت فاطمة ويحرق البيت بالنار ويعتدون على فاطمة. قضية ترى كل إنسان بعين الإنصاف إذا يشوفها إدانة كبيرة جدا للقوم، ما تحتاج إلى هواية أدلة وبراهين. قال يقول لمعاوية: فضربت كفيها بالسوط فآلمها فسمعت لها زفيرا وبكاء فكدت أن ألين وأنقلب عن الباب، فذكرت أحقاد علي وولوعه في دماء صناديد العرب. لاحظوا التعبير: وكيد محمد وسحره، فركلت الباب. وهذا التصريح كافي للكشف عن حقيقة اعتقاده. لماذا كان يعتقد محمد ساحر وعلي هم سيفه اشتغل في صناديدهم؟ ذكر الأحقاد، لأجل هذه الأحقاد انتقم من بنت رسول الله. هاي هي المحصلة لمن يريد الإنصاف والنظر إلى الحقائق بعين واقعية لا بتعصب وجاهلية. هاي هي الحقيقة اللي المؤمن لازم يعرفها والمخالف هم لازم. اللي كبر المعاوية وسواه رجال يحكم هو عمر، وكان يلقبه بكسرى العرب، أعطاه هيك سمة، وفوض له أمر الشام لا سلطة له عليه. يعني معاوية ما إلى قرار مركزي يرجع إليه في سياسته في الشام، كيف يحكم ما يريد.